فيديو تقييم لعيبه الزمالك في ماتش مودرن سبورت النهارده في الكاس. نبتدي بحراسه المرمى. صبحي النهارده تألق غير عادي وفاجئني انا شخصيا، مع اني كنت بهاجمه كتير وانا ستيل بهاجمه يعني، بس النهارده كان حلو. فانا هديله 9. الدفاع ما كانش عاجبني النهارده خالص كله. حسام والونش ومصدق التلاتة، فالتلاتة بالنسبه لي 5. عمر جابر النهارده كان وحش قوي، وحش جدا. فانا هديله 3. بنتايج كان كويس، كان يعتبر من الناس اللي واقفه على رجليها في الملعب، فانا هديله 7. دونجا بالنسبه لي 5 عشان الهدف. عبد الله 9.5. عبد الله يا جماعه من ارجل اللعيبه النهارده في الملعب، لا تقول لي سن بقى ولا تقول لي اي حاجه، حرفيا بيموت نفسه، وعمل كذا اسيست، وعمل منهم اسيست خرافي لشلبي اللي ضيعه يعني بطريقه خزعبليه طبعا. فعبد الله 9.5، وكمل على فكره لحد الاخر، فيعني محدش يتكلم معايا في السن ده تاني خالص. طيب زيزو بغض النظر ان هو عمل الاسيست التاني بتاع الجون والفاول بتاع الجون الاولاني، فهو هياخد النهارده 7. بس انا على مدار الماتش انا مش حاسه بزيزو، فانا انتوا فاهميني ولا ايه؟ في حاجه غلط، خصوصا الشوط الاول كان ضايع زيزو. تمام. شلبي 0، هتسألني ليه؟ عشان هو اصلا ما عملش حاجه. اوكي. الجزيري 0 زيه. من البودلة النهارده نزل شيكابالا ومحمد حمدي وحسام اشرف والونش. انا اديت الونش خلاص. بالنسبه لشيكابالا نقول 8 عشان الجون. حسام اشرف مش عارفه احكم عليه لانه ما خدش كتير زي الجزيري النهارده. انا مش فاهمه المدرب خرجه متاخر قوي يعني نعدي كلمه قوي، ايه الكلمه اللي بعدها هي دي. محمد حمدي برضو مش عارفه، يمكن عشان ده مش مكانه، بس هو ما عجبنيش، فمش هقيمه ولا هو ولا حسام اشرف بصراحه. تمام.